السلام عليكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى زيارته تقريبا إلى دول الخليج، إلى السعودية وإلى قطر. خلص زيارته للسعودية وراح النهاردة قطر، وكانت حصيلة الغلة حوالي أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي. خد من السعودية 600 مليار دولار، والرقم ده تم التعهد انه يوصل لتريليون دولار. وبالنسبة لقطر فخد النهاردة دونالد ترامب من قطر تريليون و200 مليار دولار. مقابل ايه؟ الحقيقة انا مش عارف. يعني يمكن انا جاهل، يمكن انا عندي مشكلة في الفهم، يمكن انا زي ما البعض يعني من اشقائنا في الخليج بيقولوا ان انا حاقد. مش عارف ثانية الحقيقة. واحدة بقى نقف هنا. لو في خلايجة بيسمعوني يعني، مش عيب من أخلاق العروبة والهوية العربية، هوية الفرسان، هوية الأخلاق الطيبة المحمودة، هوية اللغة العربية، هوية حسن الكلام مع البعض، مع الناس في المطلق. مش عيب دلوقتي ان انتوا بتستثمروا ايا كان، بغض النظر انه المخابرات الامريكية قالت ان الطيارة اللي اديتوها هدية لترامب مش هتستخدم عشان الناشونال سيكيورتي بتاعته، او يعني حاجة في الامن كده لازم يعملوها، فمش هتبقى مش هيقدروا يستخدموها، لان البعض هناك فاكرها حصان برمودا يعني. فكده كده مش هتستخدم. بس anyhow، بغض النظر عن الحاجات دي كلها، اللي هو I don't judge، بس لما تيجي عندنا احنا ما تجيبش حد مصري، لا مؤاخذة الشبعان، مش يعني مش عايزين نقول زي الشبع من بعد جوع، لأ، يعني شبعان ببلده أصلا وهويته وعرقه وأصوله وعقيدته، ولو فلوس الأرض اترمت تحت رجله، ولو أمريكا جابت فلوس ترميها كده تحت رجله، ما بتحصلش. أمريكا ما بتديش حاجة ببلاش وما بتاخدش حاجة من غير مقابل. ولو الخليج نفسها رمت فلوس تحت رجله، مش هيغير مبادئه، يعني هيفضل على ماشي كده على الصراط بتاعه. فعيب، يعني عيب لما يكون محلل مصري حلو وحضراتكم بتتعلموا منه ايه اللي بيحصل في المنطقة، وحاولنا ننظر ونحذر ونقول خلي بالكم برضو في اهل الشر عندهم نوايا اخرى سيئة، واتمنى يا رب ما تحصلش ان الواحد يتربى في مكة. فعيب، يعني ايه عيب انه ايه، انه احنا كان بيتكلم امبارح، لما اتكلم امبارح على المبالغ دي، واي محلل سياسي حقه انه يتطلع عشان يفهم الجيوبوليتيكال ارينا ماشيه ازاي، فايه عشان يعرف الاستثمارات ماشيه ازاي في الجيوبوليتيكال سبيس، خاصه ان هي سميت الشرق الاوسط واعاد تسميتها في خطاب الرئيس ترامب امبارح الى center of the world، منتصف العالم، زي الكلمة اللي استخدمتها قبل كده، وبعض الكلمات اللي كنت بستخدمها استخدمت في الخطاب اللي ما يسمى مدعو السلام. فمن هنا هنقف ونقول لك عيب يا خليجي، ما يصحش. وطبعا اي حد مصري ما تيقليش ان هو لو اتكلم بطريقة سيئة عنكو هيبقى عيب من ناحيتنا احنا كمان، ما يصحش ان احنا نعمل حاجة زي كده. خدي بالك، بس هو مش بيتدخل كمان في الشؤون الخصوصية، لا، دي geopolitical movement، دي geopolitical investments. فأي محلل سياسي أو محلل أخبار أو أي محلل في المطلق معني بيه geopolitical movement، حقه whether هو مصري أو هندي أو تركي أو درزي إنه يشوف التحركات ليحلل منها المعلومات اللي هو هيكون معني بيها لأمنه القومي والمنطقة في المطلق يعني. ففي الحتة دي هنقف، لأنه محمد نور إنسان مش حاقد للمؤاخذة يعني. عينه مليانة، وعايزين شفتوه بقالكوا سنين ما بيعملش حاجة غير انه بيشتغل، ما بيفرقش معاه حاجة، ممكن يلبس نفس القميص هو في سنة بحالها. مش احنا الناس اللي بنقعد نحقد على الآخرين على دعاء سيدنا إبراهيم للمنطقة دي إن يكون فيها خير. ويا رب الاستثمارات تعود على الخلايجة بالخير، مش هزعل ولا بالعكس هبقى يعني يعني المنطقة نصها ارتاح، يعني نصها مريح
الحمد لله انا ما عندكوش conflicts، الحمد لله انا ما عندكوش مشاكل، الحمد لله ان ما فيش ايسس عندكم، الحمد لله. بغض النظر ان نتفليكس لسه مطلعه فيلم قريب عن قريب جدا، مسلسل اسفة عن بن لادن، ملف بن لادن بيتفتح تاني والحاجات اللي زي كده. بغض النظر ان انتوا تحولتوا من الفكر الوهابي المتطرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقطع الايد ومش كده، الى يعني ما يسمى رفاهية والحاجات دي كلها، وعندكم طموح. اتمنى لكم فعلا السلام والحب، ولكن الكلمات الحربية دي مش حلوة. الكلمات اللي هي فيها بلطس تضرب حد، لا انا اضرب المصري يقول له يا حاقد واضرب، مش لا، لانه احنا برضو عندنا احنا اللي عندنا اللسان، يعني لو على الرد ممكن نرد. فالرد الوحيد بتاعي هيبقى ايه؟ ما يصحش، ما يصحش. واتمنى استثماراتكم تكون في محلها، واتمنى الوعود اللي خدتوها بالبق عن السلاح النووي يكون صادق وفي محله، واتمنى ما يكونش استخدام ايران كبعبع فقط، عشان وهو اتقالت في الصيغة الكلامية اللي قالها ترامب. اتمنى ان هي ما تكونش خداع لحضراتكم عشان تدفعوا من مال كان ممكن المال ده في نظر البعض يروح على ستات في فنزويلا في الشوارع، في كولومبيا في الشوارع، في اطفال معرفش ايه في الشوارع. يعني كان ممكن، وترامب قالها اكشلي، بدل ما نعمل نيوكلير اكسشينج نعمل تريد. فهو في نفس الجملة بيقول بس انتوا واخد بالك. فاحنا لا انتقدنا ولا عملنا حاجة، احنا يعني بنتكلم بأدب. فالبعض اللي بيسيء لزمايلي مش ما يصحش. فأرجوكوا وزعوا، لو في حد شتمه وقال عليه حاقد يبقى ايه، لا معلش مع كامل احترامي بقى ايه، تعال نرجع بالتاريخ، لان التاريخ فيه حاجات تقول حاجات. فاتمنى نفوسكم حضراتكم تكون هي اللي سليمة، لانه تاريخيا وعلميا وحشينا اكتر، ودراسة للحالات النفسية، دراسة للمجتمعات. عادة الهوية المصرية بكل مشاكلها هي اللي بيبقى يعني بيتبص عليها كده يقول لك يا عم مش يعني المصري ده برضو، واخد بالك كلمة المصري ده برضو بتبقى حاجة ليها كده. فكأخوات وصحاب وبين الاخوات ساعات بيحصل كلمات زي كده، فأتمنى ان هي ما تحصلش بينا، لان ده بيفيد بيغذي ايه اهل الشر. فلا فايه ف فما تجيبوش حد من الناس من القليل قوي اللي نضاف في مصر وتقولك حاقد. لا هو الراجل لا حاقد ولا جاهل ولا اي حاجة من الحاجات دي، وليه كل الحق انه يدرس الجيوبوليتيكال موفمنتس والجيوبوليتيكال انفستمنتس، because دي في المنطقة اللي احنا فيها. وحتى لو عايز يدرس الجيوبوليتيكال انفستمنتس اللي في الاندو باسيفيك، if that's your profession كتحليل سياسي, you probably need to understand that. Okay, let's keep going. هو يمكن في ناس تانية حقد عليه انه هو معني، ما شاء الله هو بيفهم. شفتش حاجة ضخمة تستحق 2 تريليون دولار. يا جماعة ده رقم كبير جدا. ليه؟ استحملوا معايا الاعلانات بقى. الاعلانات بيزنس دول، الاعلانات مونجلز يعني. اعذروني عشان لسه بقوم من تعب والله يا جماعة. ان شاء الله هبقى زي الفل ان شاء الله. ونحن لا نتدخل في شؤون الدول الداخلية، وكل الحق لدول الخليج فيما يفعله وفيما يحقق مصلحة بلادهم. لكن أنا بحلل سياسة، أنا راجل محلل سياسي. ماذا حصلت دول الخليج؟ خلي بالك مش هو بس اللي لسه اتكلم في الموضوع ده، في عناصر من المخابرات الأمريكية حالا قبل ما اطلع لحضراتكم كانوا بيتكلموا على المبالغ دي وعلى الحاجات دي، وكانوا منزعجين اللي هو المبالغ دي رايحة لترامب لشخصه ولا رايحة ليه لعيلته ولا رايحة لإيه بالظبط. they were very concerned actually. so الناحية التانية كمان بتتكلم وبتفتح الملفات دي، كل ناحية بتتكلم. على فكرة يا أي حد بيسمعني جنسية أخرى غير مصرية، مصر ليها كل الحق إن هي تعمل أبحاثها أو تحاليلها
زي ما هي عايزة، زي ما هي عايزة، طول ما هي مش بتضرك. انت حر ما لم تضر، وليها الحق انها تطلع وتفتح بقها وتتكلم وتقول للعالم انا وجهة نظري 1 2 3، ودي الحاجات consequences اللي ممكن تحصل لامريكا اذا امريكا اتخذت السلوك الفلاني. فور اكزامبل، اذا امريكا ما فعلا ما لجمتش على العمليه بتاعه البعد، ودي consequences اللي ممكن تحصل لما تحط مثلا الشرع قدام اردوغان اللي نصه سيكولر ونصه السري مش سيكولر. لينا الحقوق ان احنا نفتح بقنا قدام العالم ونحكي طول ما احنا مش بنأذي حد. يبقى لينا كل الحق ان احنا نتكلم. $2 وربع التريليون، يعني 200 مليار دولار او 250 مليار دولار. بعد اذنك حصلت يا المملكه اميرة، العربيه السعوديه. ابقي ابعتي الفيديو ده لنور معلش، بس ما يزعلش ان ابي يقول لك حاقد. تعالى حبيبي شوفوا لما بيشوف العز الارض كله وكل اللي بيعمله ان هو بيشوف شغله، ولا شايف قدامه الحاجات التانية دي، ولا تعنيه الشغل بس. حضراتكم شاهدين يعني، واخد لي بالك؟ ده حتى لو بقى تخيل يعني انه لو راح مكان اللي هو ايه فيه شمس وكده هشتغل. صلي على النبي، هو انتوا تعرفوا تجيبوا واحد زيه؟ ده ما خليناش نقول كلام بقى ما يصحش. عملت صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 142 مليار دولار، حصلت على بعض الله الأسلحة يسلمك يا استاذ رضا. ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الصفقة، لكن يعني اتقال هصحى إن هقوم هيبقى والله. فيها طيارات F-35، هيبقى فيها النسخة الأحدث من الطائرة F-15. انا صحي، انا تمام زي الفل. جست لخبطت شويه في الدواء، مش جست على شويه وجع، بس I am fine ومعاكم وبتفرج على حاجه ومتابعه يعني مش بسيبكم، ما تقلقوش. احنا مع بعض بس قوتي هترجع، بس ايه اروح مع عظمي بلقمه. ماني باكل والله، بس everything will get back. استفزيت بس لما قالك عليه انه بيحقد يعني، دي استفزتني جدا. وبرامج تدريبية وأشياء أخرى ومنظومات دفاعية وحاجات زي كده. وده كان أمر غريب، لأن أصلا الولايات المتحدة الأمريكية متعهدة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية عن طريق القواعد الأمريكية الموجودة في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج. طيب يعني هو بيتكلم في منتهى الأدب. أنا نفسي أعرف أرتقي للمستوى ده وأقول معلش بالبلدي كده، مش انتوا بالصلاة على النبي الأمريكان معسكرين عندكم من زمان، من زمان قوي، من قبل ما بدأوا البترول، وشركات أسلحة أصلا معسكرة عندكم من زمان. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اوريدي ماما أمريكا بتحميكم من زمان، يعني قاعدة معسكرة عندكم، فأنتوا بتشتروا الأسلحة دي للمعسكرات الأمريكية. يا طب ما أمريكا تشتري من شركات السلاح سلاح للمعسكرات الأمريكية عشان تحمي مصالحها اللي في المنطقة. ليه بتخليكم انتوا تشتروا الأسلحة اللي في الآخر هتروح لمين؟ للمعسكرات الأمريكية اللي على أراضيكم. بس هو بيجيبها بطريقة مؤدبة قوي. الله يسلمك يا استاذ. الحمد لله هبقى كويسة. يعني الفايدة اللي عادت على السعودية هم أحرار. هل بانتهاء زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية، امبارح كنا بنقول مش عارفين لسه الموضوع ده هيتم ولا لا، اطلب من حضراتكم في البداية ندوس لايك، ندوس شير، نكتب تعليقات. التعليقات مهمة جدا، نكتب تعليقات كتير. تحية مصر. كنا بنقول امبارح مش عارفين لسه هل النهارده بقى هيتكلموا في برنامج نووي سعودي امريكي سعودي يعني ولا لا. النهارده زياره دونالد ترامب انتهت المملكه العربيه السعوديه ولم يتم التطرق الى اقامه او انشاء برنامج نووي للمملكه العربيه السعوديه على الاطلاق. ومع ذلك المملكه العربيه السعوديه دفعت $1 تريليون للولايات المتحده الامريكيه. ايه المقابل؟ معرفش، مش قادر افهم. في صفقات في شركات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، كل الكلام ده على عيني وعلى راسي، لكن هل المبلغ يستحق؟ ده امر يعود للاشقاء في المملكه وهم احرار تماما. كل المحبه والتقدير
للمملكه العربيه السعوديه قياده وشعبا، ما عندناش مشكله خالص. اما قطر قالت انها اشترت 160 طائره بوينج، 160 مش عارف يحطوه فين بصراحه يعني. حروق سطحية هو الحالي كبلاس تي 5 بلس هو دايما هي القاعدة العسكرية اللي في أمريكا اللي في قطر مش 160 طيارة فين؟ وهيستخدموا 160 طيارة بوينج في إيه؟ طيارة بوينج يعني مش طائرة مثلا عسكرية، مش طائرة، عارف لو مثلا هيشتروا 160 طيارة اف 15 اف 35 اقول لك يعني صفقة طيارات بوينج، طيارات نقل. مبروك لأمريكا بتكبر القاعدة العسكرية بتاعتها. بكام 160 طيارة؟ قال لك ب 200 مليار دولار. 200 مليار دولار يعني الطيارة كسر المليار دولار. هل الكلام ده منطقي؟ مش عارف والله، برضه يمكن انا اللي ما بفهمش، الله اعلم. غير ال 200 مليار دولار بتوع 160 طياره بوينج دول اتدفع فوقيهم تريليون دولار. طيب التريليون دولار دول برضه عشان الراجل فهم على قد ايه حجم الشراكه او الاستثمار الاقتصادي اللي يكون حجم الاستثمار فيهم تريليون دولار. خليني اساعدك يا نور. كان ترامب وهو قاعد مع زيلينسكي بيقول له حاجة على الأرض بتاعته وقعت منه كده، ما كانش المفروض يقولها، وبعدين مخابراته غطت عليه بالفترة اللي فاتت دي كلها عشان ما تظهرش تاني. قال له ما احنا محتاجين الأرض بتاعتك ناخد منها rare earth minerals عشان نعرف نكمل تصنيع الأسلحة. فده كله بيصب في مصلحة شركات السلاح المختلفة، في أسامي أعرفها منهم وفي أسامي أخرى. يقال والله أعلى وأعلم، يقال ان شركة سلاح منهم واحدة بس بحجم اقتصاد دولة زي اثيوبيا بحالها، واخد لي بالك؟ فده انا بساعدك تصنع سلاح اهو، فادام انا بساعدك تصنع سلاح وبتشتري مني بترول مع اني مرخصهولك، بس انا بساعدك تصنع سلاح وترامب قالها بالبق. حضراتكم ارجعوا للفيديو بتاعه وفي حاجة اسمها ترانسكريبت كده افتحوها، اللي هو كل الكلمات اللي بتقول هو قال لهم بالظبط بالحرف. انتوا كده خليتوا امريكا ترجع تاني للعصر الذهبي، او ترجع للعصر الذهبي بالاستثمارات دي، كل دي انا اخدها عشان هعالج بيها امور هناك في امريكا. ودي صداقة. الصحاب بيعملوا كده مع بعض، ساعات بيدوا لبعض فلوس عشان يوقفوا بعض على حيط بعض. فهو اعترف بعلم الوصول، ترامب اعترف بعلم الوصول في التصريحات بتاعته في السبيتش بتاعه. وكان ممنون جدا محمد بن سلمان حطيت ايده على قلبه، يعني ممنون جدا من حاجات كتير ترامب قالها، انه بص محمد انا بعمل لك ايه ده، بسلم لي على باباك، انا representative، انا ممثل عن امريكا اللي اعتقد ان هي احسن مكان في العالم، و it's gonna be the Arabian way، وانتوا طبعوا او اعملوا الابراهيميه بغض النظر انها اتمضت 2020 في on your own time. انا هسيبكم تعملوها في التوقيت بتاعكم، في التوقيت اللي حضراتكم عايزينه. فانا عايزه نور عارف، نور فاهم، هو بيسأل، هو بيستخدم اسلوب تاني في طرح المادة. just انا دلوقتي النهارده اتكلمت وهسيب الفيديو ان شاء الله عشان بس ايه ما يتقالش على زميلي من حد غريب انتوا حاقدين والكلام اللي ما يصحش ده. واتكلمت دلوقتي النهارده بصيغة فيها ادب، في صيغة لا فيها ادب ولا فرش ملاية ولا اي حاجة، عشان احنا هنفضل نتعامل مع بعض بأدب، عشان في الاخر هتحتاجوا مصر يا خليج عشان امنكم القومي، اوعدكم هتحتاجوا مصر عشان امنكم القومي، اوعدكم. يا رب يا رب اطلع غلط، بس ده اللي هيحصل من الرؤية اللي هي بتاعت بعيد، عشان I see things بعيد يعني. هيشتري ايه او هيستثمر في ايه بتريليون دولار؟ طيب ايه العائد؟ ما هو في الاستثمار مقابله العائد. العائد بقى المفروض يكون كام؟ اقل حاجه 5 تريليون دولار، اقل حاجه يعني الرقم الاعتباري 10 تريليون دولار. ايه اللي انت هتدفعه بتريليون دولار يرجع لك 5 تريليون دولار او 10 تريليون دولار؟ معرفش، وعقلي بصراحه العاجز القاصر مش قادر يجيب. لا انت عقلك عاجز ولا عقلك قاصر، وبطل تقلل من نفسك. والكلام ده اتقال على لسان ضابط سابق في CIA، قال انه في دول بتشتري او احنا بنجيب قيادات فيها، وذر احنا بتشتري او بنجيب قيادات معينة تكون ماسكة هي الدول دي. فده جزء من
في حسابات امريكا وحسب لسان مخابراتهم انه تنصيب الشخصية من امير الى ملك او حاجة زي كده. في ناس بتدفع انها تكون ملوك، وفي ناس بتدفع انها تكون امراء، وفي ناس بتدفع انها تكون لازم امريكا الى حد ما، والبعد خلي بالك، تكون الى حد ما ايه مديها اتفضلي وهحميكي وهساعدك استثماريا بحاجات بفلوسك انت، يعني هجيب لك شركات امريكية عندك ايه تزدهري بيها. واجين I'm not judging that at all. بالعكس I like التعاملات اللي فيها friendly relations، يعني give me I give you، الاكسشينج، التريد، الحاجات دي كلها. بس فكرة ان انا اشتري امني واماني مش يعني انا بسيبها للجيل الاخر، اللي هو اتمنى ان احنا، وده اللي مصر بتعمله بقالها فترة وهتكمل ان شاء الله في، ولو ما يعني اموالي تكون موجودة هتكون في ايد، تتزرع تاني في ايد مصر، بحيث ان هي تعرف ايه تعمل نفسها، تخترع لنفسها وتخلق لنفسها وتبني لنفسها الميليتري كومبلكس، مش الكومبلكس بقى، الميليتري ايه حصن، بحيث ان هي ان شاء الله تفضل تتعامل مع الجميع، بس الاجيال القادمة تبقى مصنعة كل حاجاتها مع نفسها، واخد بالك، خاصة مصانع الرجال. يعني مش دي حاجة مش موجودة في حتت كتيرة بما فيهم وعلى لسان الامريكان نفسهم، انه احنا كان عندنا ازمة كبيرة جدا في طبيعة الجنود، يعني واخد بالك. فده كله استثمار في الانسان نفسه، حاجة غالية يعني. فاتمنى كده للاخرين برضو ان هم يعملوا كده لنفسهم، عشان ما تعرفش التغيير بيبقى فيه ايه بعد كده مستقبلا يعني. عائد اللي هيجي على قطر من دفع تريليون دولار بمبلغ 5 ل 10 تريليون دولار، مفيش حاجه بصراحه، او هكذا هو فهمي وهكذا هي حدود عقلي. دي نقطه. اوكي هو بيستعبط دلوقتي، هكذا هو فهمي هو حدود عقلي. هو بيستعبط، he knows more. الرئيس الامريكي دونالد ترامب رايح بكره في زيارته الاخيره الى دوله الامارات العربيه المتحده ليلتقي بالشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات. هياخد من الامارات كام؟ هياخد برضو تريليون و400 مليار دولار، يعني تقريبا تريليون ونص هياخد من الامارات. يعني هو خد من السعوديه تريليون، خد من قطر تريليون وربع، هياخد من الامارات تريليون ونص، تقريبا بيعلوا على بعض مش عارف، بس يعني برضو ربنا يوفقهم. ايه المقابل؟ برضو هنشتري حاجات وهنعمل حاجات وهنستثمر طيب كويس جدا، ربنا يوفق الجميع. كان في رسالة يا محمد سعيدة وما عندناش كان في رسالة برضو ترامب يعني رماها كده للإمارات، ان المباني بدأت توجع، مش عاجباه. يعني في حاجة يعني واضح انه في مثلا زمان كان في مطر جاي على المباني، فواضح ان في حاجة في الانفراستراكشر نفسها. فلا احنا بنستثمر عندك وهنجيب يعني ما شاء الله بنعمل غسالة عندك كبيرة ما شاء الله مروعة على الكوكب، وما شاء الله روقت على السودان. معلش يا جماعة أنا صعيدية، فأنا عندي بالوكالة، بيشتغل بالوكالة إنه يعمل لي أزمة تحت في حدودي، ده أسميه إيه؟ يعني لما هسميك إيه؟ لا بس مش سر، هو خلاص هو ظهر في كل الوكالة الأخبار أو الإعلام أو كده. فأنا طال عمرك أيها الإماراتي أنت بتعمل إيه؟ كنت بتعمل إيه في السودان؟ مش كفاية فاجنرز؟ فاذا انت ايه مين بقى اللي بدأ يروح؟ لا هي امريكا اللي هتيجي تلم هل تم التطرق الى صفقة حقيقية، صفقة مثلا تتعلق بشرق اوسط جديد؟ هل دول الخليج حصلت على ما لم تكن تحلم به؟ ابدا، مفيش حاجة خالص. زي ما قلنا ده ضيق بلا طحين، المشهد الآخر اللي برضو خلاني أتوقف عنده لوهلة من الزمن، مشهد ترامب وهو بيقول no nuclear، إيران مش هيبقى عندها السلاح النووي.
والكلام ده بيتقال من كل رؤساء امريكا بقالهم حوالي 20 30 40 من اول ما وعيت على الدنيا يعني، اخدي بالك. فطبعا اثار الباشن السعودية، وولي العهد وقف وسقف والكلام ده كله، واللي وراه ماسك كان بيسقف من تحت ايده كده، قعد في حالة من القرف، مش عارفة ليه زعلان ليه ماسك. يمكن ماسك هو اللي حاقد يا نور، ما يمكن ماسك هو اللي حاقد لانه هو اراجوز من اراجوزات المسرح. صح، مش على مش حقيقي يعني، مش صاحب قضية، مش صاحب عقيدة، ما نعرفش. بس وشه واسلوبه هو بيسقف كده، اللي هو ايه يا ماسك انت زعلان ليه؟ ده الراجل بتاعك اهو بياخد الكلام، والراجل بتاعك اعترف ان هو representative يعني ممثل عن الولايات المتحدة. زي ما كنت بقول لحضراتكم، الرؤساء دول ممثلين فقط عن الولايات المتحدة، يعني مش هو الامر والنهي. كفتة سلطة كتير بس كفتة قليل، أو دخان كتير كفتة قليل. مفيش حاجة حصلت، مفيش حاجة الخليج حصل عليها توازي مبلغ حوالي أكتر من 3 تريليون دولار و700 أو 600 مليار دولار. يعني نقول 3 تريليون دولار ونص. إيه اللي حصل؟ معرفش، مفيش حاجة حصلت. لا خدوا برنامج نووي ولا خدوا أسلحة نووية ولا 3 تريليون دولار دول يبنوا دول كاملة. دول من speaking of بلدها، which يجيبوا يعني، شعوب كمان يعني. لا يعني يبنوا يستنزفوا. دول، ما هو مسكوا الجولاني اللي لسه المخابرات الأمريكية بتفتح الملف بتاعته وبتقول عليه ازاي عنده 10 مليون دولار على راسه وبقى في رئيس، والرئيس بيتكلم ازاي مع حد إرهابي سابق بس رئيس حالي. في إشارة، مش إشارة، هو وضح بالذات إن هو هيشيل السانكشنز، هيشيل العقوبات عن سوريا. واضح إنها كانت بالتنسيق مع محمد بن سلمان، عشان سوريا تاخد الفرصة بتاعتها، إنها خلاص هي خدت الفير شير of violence، خدت فرصتها من الفايلنس، دلوقتي تاخد فرصتها من الازدهار. وهناك سؤال شائك شوية عن بنت سورية الأصل بس اتولدت في السعودية، فراحت تزور سوريا مؤخرا بالباسبور السعودي والأمريكي، ورفضوا إن هي تدخل. بما إن كلهم صحاب، ليه رفضوا الباسبور الأمريكي والسعودي يدخل من سوريا؟ بتحاول تشوف أهلها يعني. غريب. وناس كده 3 تريليون دولار ده مبلغ يعني هو الأضخم في العالم تقريبا. فعاد به دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ناصرا فاتحا، راجل يعني عمل الفتوحات الأمريكية. طيب السؤال، هل تم التطرق إلى القضية الفلسطينية؟ يعني أنا كنت أفهم إن مثلا دول الخليج ممكن تدفع المبلغ ده مقابل إن ترامب يتخلى تماما ونهائيا عن إسرائيل ويقوم بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يكون في دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية على حدود 4 من يونيو سنة 67 عاصمتها عشان انت نضيف يا ابني. هل هذا حدث؟ عشان انت نضيف. فلسطين في أي من الاجتماعات الكلمات اللي ذكرت ان اهل غزة يستاهلوا يعيشوا عيشة كويسة، طبعا قاموا سقفوا على الكلام ده. هل ده اشارة الى الخطة بتاعته هو؟ احنا كده هننفذ خطتنا، الخطة الامريكية او الامريكية السعودية المختلفة، بناء عن دكتورة او واحدة بتعمل الدكتوراه، واحدة سعودية في الصرف، كانت بتعمل الدكتوراه في الولايات المتحدة في جامعة يعني مش ايفي ليج، بس بتعمل دكتوراه في conflict and resolution. كانت قالت جملة كده، قالت ما هم اللي بعرضوا. فلو يعني بعتقد انه بما ان المبعوثة ما شاء الله وحكومتها دفع لها فلوس كتير جدا عشان تكون تقعد في مكان معززة مكرمة على البحر والحاجات دي كلها، حاجة انا يعني كنت فرحانة ان حكومتها بتدفع لها انها تروح تتعلم، ومستاءة من يعني هم اللي بقى يعني حاجات كده كانت بتبقى الواحد بيستنبطها وهو على لما كان لسه في مهمة غير رسمية على الأرض، بيستنبط الأوضاع قبل ما نتحول إلى اللي احنا بنعمله دلوقتي. المملكة العربية السعودية أو مع قطر الشقيقة. خلاص، مين اللي جاب الاسم بتاع فلسطين؟ مصر امبارح. طب مصر علاقتها بموضوع مصر؟ يعني حبت تقول لهم يعني
في دولة اسمها فلسطين، في كيان امبارح اسمه الخارجية المصرية بالليل في نفس التوقيت اللي كنت بتفرج فيه والله على ترامب، نزلها الساعة 11 بالليل، هبنزل لحضراتكم البوست، في منتهى الحكمة والأدب والمكانة الرفيعة. والله ما بقول كده عشان أنا مصرية، ولا أنا بشتغل في خارجية مصرية ولا الحاجات دي، بس قالت اللي هي مش انتوا عايزين إصدار لأهل غزة؟ أيوة تعالوا بقى نعمل الإصدار لأهل غزة ونرجع لهم في حقوقهم إن هم يعيشوا في بلدهم، والكلمات اللي هي بتبقى على حدود 64 and all this stuff. So if you mentioned غزة حقهم، فخدوا الكلمة دي وكملوا عليها، حقهم ان هم اهل غزة يقعدوا في مكانهم. ومصممة مصر لسه على مصممة مصر بغض النظر ان كله يغني على ده، بس مصر مصممة ان الناس دي تكون في بلدها وفي ارضها. في نفس التوقيت ظهر ضابط مخابرات، ضابط CIA متقاعد سابق، اسفة مش متقاعد انا شغال لسه، في نفس التوقيت حالا يعني قبل ما اشوف نور، كان ما خلصتش الضابط ده عشان الحق بس اخد اللفة بتاعتي، كان بيقول كلمات حرفيا انا ممكن انشرها لكم بالظبط من الترانسكريبت. قال الحل انه كلهم، لان انت دلوقتي اللي في المنطقة دي لو ما خلصتش منهم كلهم هيتحولوا كلهم لايه؟ لحماس صغير. تخيل. فلسطين، في شعب اسمه الشعب الفلسطيني، في قضية اسمها القضية الفلسطينية. فنزلت بيان امبارح عبر وزارة الخارجية المصرية، قال ايه؟ ترحب جمهورية مصر العربية بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته التي ألقاها اليوم خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية على حق الشعب الفلسطيني في مستقبل أفضل. دونالد ترامب امبارح مع محمد بن سلمان راح رامي الكلمة دي، قال على فكرة الناس في غزة يستحقوا حياة أفضل من اللي هم عايشينها دي. فراح مصر واخدة الكلمة لسه، لا ما كنتش عارفة انه هيقول، ما كنتش عارفة انه هيقول. وتتطلع جمهورية شوفوا العربية انا لسه بشوفه حالا معاكم، فلسه الجملة هي اللي انا قايلها هو قالها هو يعني. احنا دي حاجة CIA ساعات بيدوروا على العقول اللي زي كده، اللي بيبقى عندها في كلمة اسمها تيليباثي، بيبقوا بيفكروا زي بعض بدون ما يتكلموا بعض. سبحان الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ودي حاجة اعتقد بتيجي مع اهل العقيدة، لانها انا لسه بقول لكم ايه وهو قالها بنفس الطريقة almost. ف الجولة الخارجية الهامة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى السعودية والإمارات وقطر في إحراز تقدم على صعيد وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يستحق بالفعل مستقبلا أفضل في أرضه ووطنه. في أرضه ووطنه. وتشدد عملت عليه هايلايت. جمهورية مصر العربية كمل إلى إدخال المساعدات وقف إطلاق النار تمهيدا لتنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الأعمار. اسمع بقى الحتة دي. كم يعني حتة قوية بصراحة. كما تحث جميع الأطراف إنه ما يلعبوش غلط على عدم عرقلة هذه الجهود، بما يستجيب لتطلعات وحقوق شعوب المنطقة في السلام والرخاء والتنمية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو سنة 67 وعاصمتها القدس الشرقية. مصر بتقول لهم يا جماعة خلي بالكم وسط التريليونات اللي رايحة والتريليونات اللي جاية والصفقات اللي بتتم والحاجات اللي بتحصل، في قضية اسمها قضية فلسطينية. أنا لو معايا أو أنا كشخص يعني لو معايا 3 تريليون دولار أنا أشتري بيهم ترامب شخصيا. يعني ترامب أصلا ما يسواش 3 قروش. فأنا لو جيت قلت له أنا هديك 3 تريليون دولار بس هلعب فيك البخت وهمسكك كده زي العروسة المارونيتا ألعب بيك وأتحكم فيك، هيقول لي حاضر عينيا. ده دونالد ترامب وشخصية دونالد ترامب. فيا جماعة ممكن نشتري قضية فلسطينية بهذا المبلغ. القرار يا نور أسفا يزعلك
صحيح، هو كده وصفك صحيح ودقيق، وبالذات لو نفخت في الإيجو. كان في بعض النشطاء بيتكلموا عن استقطاب أو التجنيد في CIA، وبيقولوا عليها مايس، وهي actually رايس. رايس يعني reward، and then ideology، والسي يعني coercion اللي هو العقاب، وإيه آه ايجو، واي ايجو. فالايجو بتاعته لما تشتغل عليها، زي في بعض برضو في الدول العربية عندهم الايجو كده عالية شوية. لو اشتغلت عليها ممكن يشتغل لك، ولكن القرارات دي يا نور مش بتبقى بتاعت الريبريزنتيف، او زي ما وصف نفسه ال representative، الممثل عن الولايات المتحدة. القرارات دي بتبقى من الدولة العميق، والدولة العميق مرتبطة بوجود البعد، والبعد فعلا تقدموا في الأرض. و30% انت لو خدت بالك من المشاهد الأخرى لما جولاني حب على ايد ترامب، واكيد خدت بالك طبعا. فبيفسروها طبعا المعنيين بال حسب كلام CIA اللي هو المعنيين بالتحليل intelligence analysis. واضح ان ده قسم جديد بيتبني هناك او حاجة خلته تتبني هناك. مش مجرد تحليل بس سياسة، لا، تحليل مخابراتي intelligence analysis. بيبقوا معنيين ان هم يعرفوا الجولاني الاساينمنت بتاعته هتبقى ايه، شغله ومهامه هيبقى ايه في الفترة القادمة، ومهام تركيا معاه هتكون ازاي، واعتراف ان امريكا استخدمت الكوردز اللي هي بيخلوا تركيا لحد ما تحاول تسيطر على جزء من كده. ويمكن بيشيروا الى هل هيكون هناك صدام ما بين تركيا، لان هي دلوقتي اللي مسيطرة على المنطقة دي، سيبنا من الجولاني just there عشان يبقى الفتوة بتاعت اي حد هيعرقل المواضيع بدل تدخل الجيش الامريكي، ولا هيتصدموا مع بعض بعد كده، لانه هم من تحليلهم هم انه اردوغان برضو كل شخصية authoritative، فيبدو عشان هو في الناتو ما تنسوش، فيبدو من الخارج ان هو secular زي ما ابراهيم عيسى كده عايز الدنيا تبقى secular بدون الله، ولكن ممكن يكون مخبي في داخله ان هو مسلم. فانت عينيهم على الحتة دي لسه، هل هيكملوا تقطيع في بعض في الداخلي ولا لأ؟ فالإشارة الأولى إن احنا لأ هنشيل منهم السانكشنز وهيحاولوا يستقروا والكلام ده كله. فدي كانت ممكن جزء من أنا بحلل يعني جزء من الدفع للمنطقة دي، لأن فيها موارد مهمة جدا، وفيها زراعة، وفيها زراعة، وفيها حدود مع أماكن اللي هو ايه، يعني حدودها تلمس امن قومي. مفروض دول كبيرة زي تركيا اللي لسه في الناتو او في تبع الناتو بالشكل مش هتقدر افهمه، مش قادر اتفهمه، واللي لسه مقربة من ايه، من النظام الامريكي بالطريقة. هل ده هيحصل فيه تغيير مستقبلا او لا؟ مش عارف. وكان في اشارة كمان من الكلام اللي كان ترامب بيقوله الى دول الغرب، بيقول لهم شفت بمعنى يعني انه انا بمنتهى السهولة عرفت ادخل لامريكا الاموال، مش الاموال الساخنة، الاموال اللي تخلي امريكا في ازدهار ذهبي. فاحنا مع بعض هنكون اقوى لما نتعاون اكتر. وطبعا كل حلفائي وكل اصحابي اللي هيزعلهم هزعله، زي ما انا بعمل مع زميلي دلوقتي. يعني انا ما كنتش هطلع اتكلم والله عشان شكلي صعب أوي، بس ما تقولش عليه حاقد، معلش. فهتقول عليه حاقد، هديك درس في التاريخ. وهرد على حضرتك دلوقتي. استاذ رضا بيسألني دكتورة هل يوجد خلاف جوهرية بين ترامب ونتنياهو بعد تسريبات المخطط لأحداث 9/11؟ هو نتن ولا كل الكلام ده مخطط له؟ خليني أخلص نور مع نور، وبعدين أحاول أستدرك
الفايلات اللي في دماغي، عشان لان سبتمبر 11 ظهرت اوريدي دوكيومنتري عنها في نتفليكس. اذا ده ميعاد لفتح هذا الملف. لما بيظهروا الاول على شانلز زي كده بيبقى ساعات كارت ضغط على اللي اقاموا بهذه المجزرة. وانا فعلا بسميها مجزرة لان انا كنت في المدرسة ساعتها يعني، وحياتي كلها اتشقلبت بسببها. بس خلينا نخلص الفيديو بتاع نور الاول وهرد على حضرتك في السؤال ده على قدر ما شفته من حاجات للأسف في الأخبار، بس عشان مش على الأرض، واشوف اقدر احللها ولا لا. نعمل بالمبلغ ده حاجات كتير جدا غير الحاجات التانية، غير ان انا اجيب 160 طيارة واديله منهم طيارة ومش عارف اعمل، يعني موضوع صعب جدا. وفي الاخر بيتم رمي اللوم والعبء على مصر. اصل مصر ما بتحاربش، افتحوا الحدود يا مصريين، فين مصر؟ مصر ما بتحررش الاقصى ليه؟ مش عارف ايه، كل العبء بيترمي على مصر. طيب سؤال مشروع جدا وهنتكلم بلا خطوط حمراء يعني كالعاده. هل في خلاف ما بين مصر ودول الخليج؟ الظاهر لا، الظاهر مفيش خلاف، لكن في اختلاف. يعني ايه في خلاف؟ دي يعني في قطيعه او في مشكله كبيره او في زعل. لا، هو الموضوع مش زعل، هو الموضوع فيه اختلاف في وجهات النظر. مصر شايفه ان كان ممكن يتم استغلال هذه الزيارات وهذه اللقاءات في الضغط على الولايات المتحده الامريكيه لممارسه ضغوط اكبر على اسرائيل لحل الازمه وانهاء الحرب في الشرق الاوسط. لكن كالعاده كل دوله قالت يلا نفسي، انا ماليش دعوه، انا عايز اعمل صفقه، عايز اقعد على الكرسي. بس انا قعدت تسمح لي قعدت بمصر بقى دلوقتي. هو حضرتك يا ست مصر ما كنتيش متوقعه كده؟ ما في ناس قالت لك ان ده اللي هيحصل يعني. المصالح، كلمة مصالح دلوقتي بقت او الاولويات بالنسبة للبعض قاسوا اولوياتهم بالشكل ده، وكان واضح جدا عليهم من زمان يعني ان hey that's your problem deal with it, it's your borders, secure your borders. دي حدودك انت، احمي حدودك انت. انا بحمي حدودي بطريقتي وبفلوسي. ترامب اكشلي اتكلم على ضرب الحوثيين، ده كان عشان خاطر، وقالها في السكريبت، الكلام ده متقال وما يقدرش يشيلوه. قالها انا عملت لك كده عشان خاطرك يا محمد، خدي بالك، عشان خاطرك انا رحت عملت الحوثيين في كام ضربه كده عملناها عشان خاطرك وعشان خاطر طبعا عشان لازم امريكا يكون ليها، هو انت بتعمل كده لدوله اخرى بس، ومصالح امريكا عشان خاطر ايه؟ الملاحه، حريه الملاحه. لانه لو عمل خدمات لدوله بدون ان يكون بيعمل خدمه للامن القومي الامريكي، اذا ممكن يتهموه بحاجه مش لطيفه يعني. اخدي بالك، يعني اتهموه زمان ومش هنسى دي، وبيحاولوا يغطوا عليها هو ورئيس المخابرات بتاعته ومديرة المخابرات بتاعته، ان هو ممكن ان هو في مقام كده ايه، عميل لروسيا، عشان التعامل معاهم كان مفتوح شويه. بعد فتره بدا يقولوا لا ده روسيا وحشه ومش عارفه ايه والكلام ده، بيحاول يبعد نفسه عن الاتهامات دي. اخدي بالك، امين اجين المجتمع هناك المعني بيتحقق في كل الحاجات. يعني بالنسبه لامريكا، هل انت كده خدت رشوه من قطر في الطياره؟ لا والله، ادم الجيش الامريكي او المعسكر اللي قاعدين عليه ده هو اللي صنعها وعملها والكلام ده كله، هنحطها تحت باند حاجه في وزاره الدفاع والكلام ده كله. اذا هتبقى حاجه منها فيها، بغض النظر ان السيكريت سيرفيس حسب كلام الجادج لحقته قبل ما اجي انه قال له needs ان هي تتأمن بالطريقة، فغالبا مش هيقدر يسوقها دلوقتي يعني. ف it was ironic ان هو قبلها، او دي حاجات من الحاجات اللي ممكن يتكلموا عنها بعدين ويستخدموها لايه. اصل في حاجه غلط دايما بيجيبوا رئيس اللي قبليه واللي بعديه والحاجات دي كلها، في حاجات غلط عملها زي ابن بايدن عمل حاجات ضد القانون وفي الاخر فلت منها. ده دلوقتي برضو جابوا سيرة ابن ترامب وابن ويتكوف، انه راح كان بيقعد في قطر كتير عشان يعملوا بيزنس. يعني الكلام ده بيحاولوا الامريكان دايما يتناولوه، وبعدين لما يجي لك واحد من السياحة من النوع اللي هو ايه، بيجي من الاخر يقول لك ما تكلمنيش بعواطف، انا بتكلم بالترانزاكشنز.
ما تكلمنيش الكلام ده اخلاقي او مش او لا اخلاقي، ما تكلمنيش ده صح ولا غلط. احنا بنتكلم الترانزاكشنز. لما بيستضيفوه يسالوه ده غلط ده صح، الناس بتروح والمشهد ولازق، يقول لك ما تكلمنيش بكده، كلمني بالترانزاكشنز. ففي ناس كده، في ناس كده. أأمن مستقبلي السياسي، عايز أأمن مستقبلي الاقتصادي، عايز إنما ما حدش بيتكلم على المصلحة العربية على الإطلاق. رغم يا جماعة إن مصر اتعرض عليها مليارات الدولارات، مئات المليارات من الدولارات، والكلام ده تم الكشف عنه علنا. يعني كويس انك إسرائيل بتفكروا. والولايات المتحدة الأمريكية خدوا فلوس وهنسد الديون بتاعتكم وفوقيها فلوس هدية عشان بس توافقوا على إن أنتوا تستقبلوا 2 مليون بني آدم عندكم في أرضكم. كنا ممكن نقبل، لكن احنا رفضنا تصفية القضية الفلسطينية وإهدار حقوق الشعب الفلسطيني على حسابنا. رفضنا الكلام ده، بدل ما حد يعايرنا وحد يقول لنا انتوا حاقدين لا عاير، دي فلوسنا، دي اموالنا، دي مصارينا، دي مش عارف. بص يا استاذ نور، يعاير مين؟ صلى على النبي، الله يرحم لما كان في تكية في السعودية مصرية. ولو تحققنا وبحثنا ودخلنا الى اصول البنك الحظ اللي بسميه بنك الحظ، بنك يادا، وتسليفه للعالم، ما البنك ده جاب فلوسه منين؟ البنك ده الفلوس اللي هو بيسلفها للدول اساس فلوسه جايه منين؟ لو كان عنده خزانه بيحط فيها الذهب والبترول والكلام ده، بيسلف الدول عشان يخلي دول معينه تبقى مفلسه ودول معينه يبقى كذا. اساسه منين؟ مش اساسه من الحروب البروكسي وورز اللي هو الحرب العالميه الثالثه، اللي هي الحرب بالوكاله، اللي ينزلوا باراشوت من معرفش فين، ياخدوا دهب من هنا وياخدوا غاز من هنا وياخدوا حاجات من هنا، بوم بقى في بنك اسمه ايه. فانا لو محامي في دولي، ولو في محفل دولي حقيقي عنده يعني شكرا ضمير ايه سواح، لكن شاطر، محامي شاطر شويه، هبحث وهدور عن اساس البنوك دي وازاي صنعت، هتلاقيها في شبكه عنكبوت كبيره، لكن من اين لها هذا؟ هتلاقيها من القمار، وهتلاقيها من حاجات كتيره اتعملت هنا، من غسيل اموال وي وي وي. فايه if anything لان الدول كلها سالفه منها، حتى امريكا يعني تعتبر سالفه منها. بس if anything من أين لكم هذا يا بنوك يا معنية؟ خلي بالك، هتلاقي غالبا انت سرقتني وجاي تسلفني، صباح الفل يعني. فالنبي ما حدش مفروض ياخد المعايرة دي. اقروا التاريخ او تمسكوا بهوياتكم المصرية، عشان ما يجيش رصاصة من صديق، يعني لأن الكلمة رصاصة يا خلايجة، فمش حلو. مش واحنا عندنا لساننا طويل، في ناس عندنا لساننا مش بيسكت برضه. بنحقد على حد ومش بنحسد حد. ربنا يوفق دول الخليج وقيادة دول الخليج يا رب بجد فعلا، يحقق مصالح شعوبها. في أكتر من كده حاجة، لكن إيه الفايدة اللي حصلت؟ هل حد بيزق مع مصر؟ هل حد بيساعد مصر؟ هل حد بيضغط مع مصر؟ لا للأسف. على الجانب الآخر، عشان نتجاوز الرحلة الجميلة دي بتاعت دونالد ترامب، يعني ب 3 تريليون ونص دولار، نتجاوز النقطة دي، مش مشكلة. عندي. على الجانب الآخر، في دلوقتي مفاوضات في الدوحة العاصمة القطرية، في وفد من حركة حماس، وفي وفد من جهاز الشباك الإسرائيلي، المخابرات الإسرائيلية، ووفد من المخابرات المصرية، ووفد من المخابرات الأمريكية، والأمريكان موجودين. يعني كل الأطراف دلوقتي موجودين في الدوحة، وترامب دلوقتي في الدوحة. ترامب قاعد لحد بكرة في قطر، وبعدين هينتقل للإمارات. هو عايز خلال 24 معلش ساعة أنا هعتبر حاجة معينة، دي اعتباراتي الشخصية. هعتبر الدوحة أو قطر وأمريكا وحماس في ملعب، يبقى أنا ده رؤيتي، ويا رب أكون غلط. بتعمل صفقة. طب ازاي يا عم؟ قال لك اتصرفوا. الامريكان بيضغطوا ضغوط قويه جدا وكبيره جدا عشان صفقه تتعمل. طب ايه اخر المستجدات؟ في صفقه اتطرحت قدمها ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب للشرق الاوسط، قال لك الافراج عن 10 رهاين، 10 رهاين يتم الافراج عنهم، و70 يوم وقف اطلاق نار، ومقابل ادخال مساعدات والافراج عن مسجونين فلسطينيين. اشمعنى 70 احنا في شهر 5
7 جولاي. طيب هل الصفقة دي تتضمن وقف الحرب أو إنهاء الحرب بصورة دائمة؟ الإجابة لأ. يعني إسرائيل بتقول لك إحنا هناخد الرهاين ونديكوا 70 يوم بس نرجع نكمل حرب تاني. حماس بتقول لك لأ، أنا مش عايزة الكلام ده خالص، أنا عايزة تعهد من إسرائيل تضمنه الولايات المتحدة الأمريكية بألا تعود إسرائيل للحرب مجددا. حماس مش موافقة على فكرة أي صفقة لا تتضمن إنهاء الحرب. ستيف ويتكوف راح طرح مبادرة تانية، قال لك طب خلاص بص احنا نفرض عن نص الرهاين، يعني عدد الرهاين كلهم قد ايه؟ 60، نفرض عن نص الرهاين ال 60 دول مقسمين عشان تبقى عارف بس 20 احياء و40 اموات جثث. فستيف ويتكوف بيقول لك ناخد نص الرهاين سواء احياء او اموات، اعملي تشكيله كده، عارف داخل تشتري بتيفور او جاتو او اعملي تشكيله كده، نصهم احياء نصهم اموات مش عارف ايه، المهم ان نص ال 60 دول يعني 30 واحد يخرجوا يتم الافراج عنهم ونعمل هدنه مؤقته. طب انت عايز تتكلم في شروط انهاء الحرب وعايز صفقه لانهاء الحرب، حلو، تخلى عن السلاح، تخلى عن حكم قطاع غزه وخد باقي الطلبات اللي انت عايزها. حركه حماس رافضه، قالت لك لا مفيش حاجه اسمها كده، مش هنتخلى عن السلاح، انا ممكن اتخلى عن حكم القطاع لكن مساله ترك السلاح والنفي خارج قطاع غزه ده مش هيحصل، مش هيتم. فالمفاوضات دلوقتي كما وصفها الاسرائيليين معقده للغايه. طيب فغالبا اذا لم تحدث معجزه واذا لم تحدث امور مفاجئه، انا بكلم حضرتك في السيناريو الحالي، لو ما تمش تنفيذ صفقه وابرام صفقه خلال ال 24 ساعه الجايه، دونالد ترامب هيروح الامارات بكره، هيخلص زيارته يوم 16 يعني بعد بكره، يرجع دونالد ترامب اسرائيل تبدا الحرب. دي الخطه الاسرائيليه، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل، يعني ما اضمنش. استاذ رضا جاوبنا على سؤالك اهو. اول ما دونالد ترامب يعلن فشله في اتمام صفقه اللي هو ال 24 ساعه الجايه دي او 48 ساعه الجايه دي، اول ما دونالد ترامب ما يعرفش يعمل صفقه وما تحصلش صفقه، اسرائيل تبدا الحرب فورا. طيب السؤال اللي احنا عاملين نساله، هل فعلا في خلاف ما بين اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه؟ الاجابه ايوه، في اختلاف ولكن مش خلاف. في اختلاف في بعض النقاط لكن مفيش خلاف كبير. في مصدر مصري صرح منذ قليل وقال ان الولايات المتحده الامريكيه قالت للوسيط المصري انها بتعارض تنفيذ عمليه موسعه داخل قطاع غزه. هل الكلام ده حقيقي؟ هل الكلام ده جد؟ هنا في احتمال من اتنين، احتمال ان دونالد ترامب يكون بيثبتنا كلنا لحد ما يخلص زيارته لدول الخليج والصفقه التريليونيه دي تتم على خير، عشان هو مش عايز وجع دماغ، مش عايز حد يقول له اصل الفلسطينيين وبص اسرائيل بتعمل فيهم ايه ومش هينفع، مش عايز الكلام ده. مش شايف عايز ياخد كل اللي هو عايزه 3 تريليون دولار ونص ويرجع ويطلع لهم لسان. هو في الخطبه بتاعته يا نور الناس كلها لسان. في الخطبه بتاعته قال كل من اي دوله او رئيس او قيادات، كل من مش هيدين يوم 7 هيبقى مش متحضر او مش هتبقى دولة متحضرة. حط 100 خط عليهم. وصف طبعا يعني اللي وروه له من حاجات حقيقية مش حقيقية بتاعت يوم 7. بعض المخابرات الاخرى اللي هناك بتقول اكشن من كولونلز سيدة كولونل في سلاح الجو، كانت بتقول للجادج، بتقول له هو مش هيوروه صور مش قادرة اقولها، فلا احنا شفناه، هيوروه الجانب الاخر واللي حصل في الجانب الاخر، فهو في دماغه الجانب الاخر يعني اكتر. اوكي. واتقالت قبل كده برضو لما وروه صور لاطفال من سوريا تعاطف معاهم اكتر. اللون الابيض بيفرق، زي بالظبط ما اتقال على البيض اللي في ساوث افريكا ليهم حقوق معينه او ليهم يعني ايه قدره على الهجره والكلام ده. موطن المفروض موطن ماسك. ده احتمال. الاحتمال الثاني
ان يكون فعلا في خلاف عميق جدا ما بين نتنياهو وما بين دونالد ترامب، والولايات المتحده الامريكيه تعارض بالفعل القيام بعمليه عسكريه اسرائيليه. لكن السؤال هنا، هل اسرائيل ستستجيب لهذه الضغوط الامريكيه ام ستقوم ببادره ومفاجاه للمبادئه والمفاجاه والاقدام على عمليه عسكريه موسعه ناحيه الحدود المصريه؟ ده امر خطير جدا. طيب انا وأبقى هنا هبقى هنا هحط هنا كارت اسمه كارت بن لادن وكارت سبتمبر 11. مش هاخد فيه كتير، بس هنحط الكارت ده رد على الاستاذ رضا وللمعنيين انه اوكي كارت سبتمبر 11 بيتفتح، اذا ما هي معاها اوراق. وبرضو قالها نفس العنصر السي قال لك احنا كنا غلطانين ان علمناهم ازاي شغلنا كله يتم، يعني مع ال 5 I countries او الدول الخمسة اللي نقدر نشاركهم في مخابراتنا كفريندز، انجلترا، اسرائيل، امريكا، كندا. I'm not sure الخمسة ايه. ما هو موقف دول الخليج اذا حدث اشتباك على الحدود المصرية؟ وهل هناك صفقة خفية تمت في السر ام لم تكن هناك صفقة؟ ده سؤال بنطرحه وسؤال مطروح وموجود، مش بنتهم حد ولا بنرمي اللوم على حد، لكن سؤال مشروع جدا. هل دول الخليج مع ترامب قال لهم مالناش دعوه بالقصه دي وخرجنا من القصه دي واحنا هنسكت ومش هنتكلم، خد الفلوس هي عشان تطلعنا من الصوره دي؟ ولا دول الخليج هتتدخل وهترمي بثقلها الاقتصادي والسياسي ونفوذها الاقليمي عشان تتدخل؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الموقف خطير جدا، وعايز اقول لحضرتك كلمه مش عشان القلق ولا بقولها لك عشان تخاف، لان المصريين ما بيخافوش ولا بنقلق. بس عايز اقول لك حاجه، يبدو وده تحليلي الشخصي من المشهد ان مصر وحيده تماما، مصر وحدها تماما. وانا مع فكره الوحده العربيه والقوميه العربيه والاشقاء ومش عارف ايه، وانا مع الكلام ده معاك للصبح، مفيش مشكله خالص. كل التقدير والمحبه بس خلينا واقعيين يعني، كل الشعوب العربيه ولدول الخليج، خلينا واقعيين شويه، حاجه ما عنديش مشكله فيها. خلينا واقعيين. لكن انا بقول لحضرتك تحليلي الشخصي ان مصر في هذه المعركه وحيده تماما، والا كان المفروض يتم دعم مصر بصوره اكبر واوسع، خصوصا ان مصر ضغط عليها كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت. فالموقف دلوقتي معقد، احنا قدام يومين 48 ساعه حاسمين، هيبان فيهم حقيقة الخلاف الإسرائيلي الأمريكي، هيبان فيهم إذا ما حدثت صفقة خفية بين دول الخليج وبين الولايات المتحدة الأمريكية، هيبان فيهم إسرائيل هتنفذ احتكاك عسكري مع مصر على الحدود المصرية ولا هتتراجع. هيبان فيهم الثلاث حاجات دول. هنتابع كل التفاصيل دي مع حضراتكم، بطلب منكم تشيروا الفيديو واشوفكم على خير، وتحيا مصر. تحيا مصر. والسلام عليكم. طيب في كارت اسمه ايسيس بدأ يتلوحوا بيه again. الابيسودز دي طلعت في 2025 السنة دي 2025. اسمها American Manhunt Osama bin Laden. In the wake of 9/11, CIA analysts traced the horrific attacks at Al-Qaeda and its leaders Osama bin Laden and mount a daring effort to apprehend him. الابيسودز so far عاملين how many episodes عشان الحاجات دي مش كتير، فلسه حالا الكلام ده ظاهر. ودي معلومة ان النتفليكس جزء من الأجهزة الإعلامية للآخرين والاستقطابية بعلم الوصول اللي حصل منها بعض العناصر للأسف استقطبوا وعملوا عمليات سيئة سميت تحت ايسيس والكلام ده كله. ف I would advise بتحليلي الفقير البسيط ان أمن حدودك، خاصة الغربية والشرقية اللي هي حدود ليبيا أزواج. continue. أستاذ رضا حضرتك أظن الإجابة إلى حد ما وصلت،
هو قالها بطريقة ذكية: اختلاف مش خلاف. وعمر ما في رئيس أمريكي هيجي ولا جه غير لما هيكون معني بمصالح البعض عشان مصالحه، حتى ولو لحقبة من الزمن اعتقد البعض المتحدث باللغة العربية بأي لكنة أخرى غير اللكنة المصرية إن هناك أمريكا هتحميك وهتجيب لك وهتعليك وهتصيطك وهتصبك، ولكن أنت مش هتكون في مكانة الناس دي. والفلوس اللي بتيجي دي جزء منها فلوس لتعمير المنطقة اللي سميت بيه البعدة العظمى. alright، اعملوها عظمى بس شيلوا الخريطة من ناحيتنا. يعني الخريطة انتوا جايبين فيها سينا وجايبين فيها اجزاء من لا، شيلوا الموضوع ده، ادخلوا هناك امنين واتعاملوا عادي زي هنصالحكم على مشكلة بين قينقاع الزمان القديم. التفاصيل دي كلها تمام، يعني هنغطيها هنعوضكم بالفلوس حتى لو حد زعلكم، زي ما المانيا قعدت تبكي سنين وتعوض سنين. احنا لو في بين حاجة زمان كانت زعلتكم في المدينة هنعوضها بالكلام ده. alright، هيبقى الهدف هو مصر، هيبقى الهدف مصر شئنا ام ابينا. هو ده حتى مغامرات اللي بتحصل مع الهند والصين، انا اسفه، الهند وباكستان. whether it's دلوقتي يعني ايه a little fire، بعدين هخلي a good win عشان اثبت ان انا وجودي هو اللي بيوقف الكونفليكتس المختلفة. whether conflict هتترجم الى حرب او اشتباك او يعني ايا كان انواعها. كلمة conflict بالامريكاني اللي هي conflict يعني جيش وجيش او جيش وميليشيا conflict. and we'll see from there. but keep an eye على الحاجات المختلفة اللي بتتذاع دلوقتي في ما يسمى entertainment machines، لأن entertainment machines مش مجرد entertainment، هي بتعمل كذا مهام آخر غير entertainment. I'm good, I'm fine, thank you على الناس اللي سألت عليا باحترام. وطبعا في محاولة صغيرة كده على السريع تافهة جدا، مش بالعكس بتقول لي قد ايه الواحد ناجح. الحمد لله لما يبعتوا الحقي كنت لابسه وازاي تسمعي حد لابس كده ومش عارفه ايه، لابسه ايه ومش لابسه، الحاجات بتاعت اللبس دي. ففي حمله كده تشويهيه ماشيه على الهادي يا زبادي. فاللي هو انا ما عنديش ادنى ندم ولا ثانيه ولا لحظه، ولا عندي بطحه على راسي ولا اي حاجه. يعني يشتموا فيا وفي عرضي يقولوا عليا حاهره اتحدث عن الشرف ليا اكشلي، لان طول الوقت كنت يعني وذر مصر عارفه او لا، طول الوقت كنت بشتغل لصالح مصر بالطريقه. alright، دمتم في سلام ان شاء الله. وربنا معانا، يعني خير الوكيل سبحانه وتعالى. يلا، السلام عليكم.